أهلا وسهلا فيكم. مثل ما بنعرف تم افتتاح القنصلية السورية في بون، ومن خلالها بتقدر تعمل معاملاتك من استخراج وتجديد الجواز السفر السوري لإصدار الوكالات لتصديق الوثائق. وكل الخدمات القنصلية بتتم عن طريق حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق وزارة الخارجية. وبالفيديو السابق أنا شرحت كيف الواحد بيقدر يعمل حساب على تطبيق وزارة الخارجية وكيف الواحد بيقدر يحجز موعد. واليوم رح نشوف كيف بتتم المعاملات القنصلية في القنصلية السورية في بون، وخصوصا بالنسبة لإصدار جواز السفر السوري، ومعلومات عن آلية نشر المواعيد. هلا إذا بدنا نحجز دور بالقنصلية السورية في بون، فأول شي بنفوت على التطبيق، وهون بيطلع لنا كمان كإعلان مثل ما لكم شايفين إنه بدأ الخدمات القنصلية في مدينة بون. إذا بنفوت عليها فبنشوف مثلا شو الخدمات المتوفرة، مثل إصدار الجواز السفر أو التصديقات أو الوكالات أو معاملات الأحوال المدنية أو وثائق المرور. وهون كاتب لكم كمان للاستفادة من الخدمات، أول شي بتفوتوا على التطبيق وبتختاروا القنصلية السورية في بون وبتحددوا نوع المعاملة وبتختاروا الموعد المناسب وبتأكدوا الحجز وبتجوا على الموعد وبتحضروا الأوراق المطلوبة. وهم معلومة صغيرة، إذا كان عندكم موعد مثلا على الساعة 10 فتعالوا مثلا قبل بربع ساعة قبل بنص ساعة، لا تجوا بكير لأنه حتى لو إجيتوا بكير ما رح يفوتوكم على الموعد تبعكم. فهلأ إذا بدك تحجز أنت موعد بالقنصلية السورية في بون فبتروح هون على نظام المواعيد، تكبس عليها، وبعد ما تكبس عليها بتكبس على موعد جديد. وهون بتختار مثلا ألمانيا، تختار هون ألمانيا، وبعدين بتحط هون بالبعثة بون، وبعدين بتحط نوع المعاملة اللي بدك تساويها. فمثلا إذا بدك تعمل مثلا تجديد أو إصدار جواز سفر سوري فبتكبس على هي، بتحط هون نوع الحضور. في حال الجواز السفر لإلك بس فبتحط أنا فقط. في حال مثلا لإلك ولزوجتك أو أولادك فبتحط أنا ومرافقين. أو إذا كان بس لزوجتك أو لأولادك فبتحط مرافقين فقط. يعني أنت بتروح معهم، مثلا بدك تطلع جواز سفر لابنك فبتحط مثلا مرافقين فقط وبتروح على الموعد. هلا هون وقت بكبس على مرافقين فقط فبيحط لي عدد المرافقين، يعني مثلا شخص ولا شخصين ولا ثلاثة على حسب العدد. فأنا هون إذا كبست مثلا أنا فقط فبيطلع لي ال- المواعيد المتاحة. للأسف يعني مثل ما كنتم شايفين هون خلال هذا الأسبوع ما في ولا موعد متاح، ولكن هلا بعد شوي رح أحكي على آلية نشر المواعيد وأنه أنسب أوقات تبحثوا فيها عن موعد متاح. بس هلا مثلا لنفترض أنت بدك تعمل تصديق، مثلا تصديق على وثائق ألمانية، فمثل ما بنشوف هون مثلا بيطلع لنا الاثنين والثلاثة فيهم مواعيد. فمثلا إذا كبست على الاثنين فبيطلع لي هون أنو ساعة، يعني في مواعيد مثلا الساعة 1 وبحط متابعة. وهون مثل ما انكم شايفين بيعطينا مثل تنبيه صغير، فهون عم يقولوا لك انه انت اذا ما حضرت على الموعد او اذا انت ما لغيت الموعد قبل بيوم فبصير في عليك مثل حظر من السفارة، من خدمات السفارة لمدة 15 يوم. وهون معلومة كتير مهمة، في حال حجزت موعد وبدك تلغيه فلازم تحكي مع المنصة وتطلب منهم إنهم يلغوا الموعد تبعك. وهذا الشيء أنا بالفعل عملته، حجزت موعد تصديقات من قبل بالقنصلية السورية في بون، وبعدين رحت لعند هون المنصة. رح نرجع للصفحة الرئيسية بنروح على هون منصة سلا، وبعت لهم هون طلبت منهم إنه هن يلغوا لي الحجز تبع موعد التصديقات. وبالفعل لغوا لي إياه مثل ما كنتم شايفين هون، بعثوا لي رسالة وعليكم السلام تم الإلغاء. لحتى تلغي الموعد أنت بتروح بتحدد، تكبس على استفسار جديد وبتحط نوع الطلب، نظام الحجز والمواعيد، وبتحطهم بالموضوع إلغاء الموعد، وبتحط لهم نص الطلب مثلا بدي ألغي الموعد للتصديقات مثلا تبع اليوم الفلاني. فهي هي الطريقة لإلغاء الموعد في حال حجزته وأنت ما بدك تروح عليه. هلا كتير ناس عم تشتكي إنه ما عم يلاقوا موعد متاح لإصدار جواز السفر السوري أو لتجديده، وهذا الشيء طبيعي لأنه السفارة أو القنصلية من جديد فتحت. وتاني شيء يمكن أنت ما عم تفتح على الأوقات يلي بيتم فيها نشر المواعيد، لأنه منصة الحجز أو تطبيق وزارة الخارجية عنده نظام مواعيد ضمن 7 أيام، ويوميا بيتم نشر المواعيد على 4 دفعات. وأوقات نشر المواعيد هي الساعة 8 الصبح، الساعة 11، الساعة 2 والساعة 6.
فأنت حاول كل يوم تفتح التطبيق بهالمواعيد هي، وإن شاء الله بتلاقي موعد فاضي. وهون معلومة بسيطة، إنه كل شخص مسموح له موعد واحد فقط ضمن هال7 أيام. في حال كان عندك موعد فلا تجي بكير، تعال على الموعد المحدد، لأنه حتى لو إجيت بكير ما رح يفوتوك ورح تنتظر لبين ما يجي دورك. وبالنسبة لإصدار أو تجديد جواز السفر السوري، فإلى الآن عم يتم تسليم النسخة القديمة، يعني عم يعطوكم الجواز السفر السوري اللي لونه أسود، لهلأ ما عم يعطوا اللي لونه أخضر. وبالنسبة لإصدار جواز السفر السوري العادي، فهذا بياخد تقريبا وقت من 5 ل8 أسابيع، وسعره بيكون بالعادة 170 يورو أو 200 دولار. وبالنسبة لجواز السفر المستعجل، هذا بتقدر تستلمه خلال تقريبا 14 يوم، وسعره بيكون 340 يورو أو 400 دولار. وبس يصير جواز السفر جاهز للاستلام، فبيوصلك إشعار على تطبيق وزارة الخارجية السورية. وبالقنصلية السورية في بون ما بتقدر تدفع عن طريق الكرت، الدفع دائما بيكون كاش، وبتقدر تدفع باليورو أو بالدولار. وبنصحك دائما وقت تاخذ جواز السفر السوري تبعك تخبر الموظف انك بدك ختم على جواز السفر. ولكن في حال اخذت جواز السفر السوري وما كان عليه ختم، فبنصحك انك تروح تختمه لحتى تقدر تقدمه للأوسلندر بيهوردر، ولحتى ما يكون في عندك مشاكل بالمطارات. فسابقا كان الواحد يروح على القنصلية السورية في بون، ويروح مثلا عند الاستعلامات بدون موعد ويقول لهم مثلا بدي ختم على الزواج. أما هلأ حاليا مثل ما كنتم شايفين بالصورة، لازم الواحد يعمل موعد مسبق باسم تصديق الجواز السفر. في كثير ناس بتسأل عن الفرق بين التجديد جواز السفر والإصدار لأول مرة. هلا بالنسبة للتجديد جواز السفر والإصدار لأول مرة، هن نفس التكلفة ونفس الرسوم ونفس المدة، ولكن الفرق الوحيد هو بالنسبة للتجديد إنه لازم تسلم جواز السفر السوري القديم تبعك، وتضيف رقم الجواز السفر القديم باستمارة طلب التجديد. وكمان لازم تسلم جواز سفرك القديم، على الأغلب يضل جواز سفرك القديم معهم لحد ما تجي تستلم جواز سفرك الجديد، ولكن بيسقبوا لك إياه، بيعملوا لك سقب عليه وبيرجعوا لك جواز سفرك القديم. بتمنى هالفيديو يكون نال إعجابكم وفادكم، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك.